مساء الخير على كل متابعيني في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا؟ النهارده هنعمل وصفتنا. عندنا وصفتين: وصفة البطاطس البيوريه، وهنعمل معاها كرات اللحم بالصوص البني. عايزه اقول لكم طعمهم تحفه الاتنين وجمال جدا، ووصفه لذيذه جدا جدا. ولو انتوا اول مره بتتابعوني، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصل لكم كل وصفاتي، وما تبخلوش عليا بلايكاتكم ولا كومنتاتكم الحلوه. ويلا نشوف المقادير بتاعتنا. واول حاجه كده زي ما انتم شايفين، معايا نص كيلو من اللحمه، حطيت عليهم 150 جرام من الدهن وفرمتهم كلهم مع بعضهم لما نعمتهم. ومعايا نص كيلو من البطاطس، طبعا قشرت البطاطس وغسلتها وقطعتها مكعبات. ودي اول وصفه هنبدا بيها. وطبعا جبت الحله وحطيت البطاطس في قلب الحله، ونزلت عليها باربع فصوص من الثوم، ونزلت عليها بكوبايتين من الميه. ودي هحطها بقى على البوتاجاز تنسلق، علشان عايزين طبعا البطاطس بتاعتنا تكون مسلوقه كويس وتبقى ناعمه معانا. اهوت حطيتها كده على على البوتاجاز، واغطيها بقى واخلي الغطا موارب كده علشان البخار. وفي نفس الوقت بقى هنروح لوصفتنا اللي هي الاساسيه، اللي هي كرات اللحمه بالصوص البني. اول حاجه كده معايا طبق كبير او بوله، هنزل عليه بثلاث معالق من البقسماط. ومعايا بصلايه كبيره كده فرماها عاملاها على المبشره. طبعا انا ما صفيتش الميه بتاعتها، لان طبعا البقسماط هيشرب الميه. حتى كمان انا هقلب لكم كله مع بعض اهو، هقلب لكم البصله مع البقسماط. وهقول لكم شوفوا ان البقسماط شربت الميه اللي في البصله، فما فيش داعي انكم تصفوا البصله، مش هيجرى لها حاجه، ومش الكفته بتاعتنا مش هتفك. وكمان هعمل كمان حوالي، يعني مش هعمل، احط نص كمان كوبايه من اللبن. او ممكن تحطيها من كريمة الطبخ، لو انت عندك كريمة الطبخ حطيها. انا هحط بقى لبن، الاتنين بنفس النتيجة واحدة. فنزلت بنص كوباية او نص العلبة ديت، هنزلها على البقسماط والبصل. بتفرق جامد في طعم اللحمة، وتخلي طعم اللحمة جميل جدا. وكمان هوريكم كمان بعد ما حطيت نص العلبة، ما البقسماط شربت كمان شربت اللبن. فما تقلقوش خالص، واعملهم الكرات يعني اعتمدوا عليا واعملوها، بجد مش هتفك معاكم وهتبقى زي الفل. بعد بقى ما نزلت باللبن والبقسماط والبصل مع بعض وفركتهم كده مع بعض، شايفين عاملين ازاي؟ مفيش اي ميه خالص، رغم ان انا نزلت نص العلب. بعد كده هنزل عليها باللحمه بتاعتنا اللي انا فرمتها. طبعا فرمتها وشين. ونزلت عليها بمعلقه كبيره من الملح، معلقه بابريكا، ومعلقه من الفلفل الاسود. وبعد كده عجنت كله مع بعضه. لازم تنعجن كده عجنه حلوه. وبعد كده بعد ما عجنتها، حتى هوريها لكم اهوت. طالما انتوا كده كورتوها واتكيتوا عليهم ما لقيتهاش فكت في ايدكم، يبقى كده النتيجه بتاعتها حلوه جدا. شايفين بقى كمان الانسجه بتاعتها والخيوط؟ ده دليل انها كفته جميله جدا ومش هتفك معاكم. طبعا دي كانت حته شغطه كده فشلتها، عشان طبعا هي دي اللي هتفك لنا الكفته. شايفين بعد ما كببتها كده ولفيتها في ايدي وضغطت عليها بصبعي، ما فكتش. تحس انها عامله زي العجينه معاكي. هنروح بقى للبطاطس بتاعتنا. البطاطس بتاعتنا استوت اهيت. طبعا كده بنشوفها بالشوكة، هي استوت خالص. هنشيلها بقى ونحطها في الطبق. ولو انتوا وصلتوا لحد كده ما تبخلوش عليا باللايك، حطوا لي لايك يا جماعه، واشتركوا لي في القناه. عايزين قناتنا تكبر كده، ودعموني كده وحطوا لي لايك. عايزين الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. خلاص بقى هشيل البطاطس اهوت. طبعا البطاطس ديت انا حطيت عليها شعرة ملح كمان وانا بسلقها. يعني حطيت عليها معلقه، مش معلقه يعني، معلقه من اللي هي معلقه الشاي الصغيره كده، علشان اسلقها معاها. هشيلها بقى وهحط عليها طبعا الزبده بتاعتي مجمده. فهحط عليها معلقه زبده وهي سخنه كده، على ما تسيح مع البطاطس. يكون احنا بقى رحنا عملنا الكفته بتاعتنا حمرناها. انا طبعا حطيت بقى الزبده اهيت على البطاطس وهي سخنه. وهنروح بقى نحمر الكفته بتاعتنا. معايا بقى طاسه على البوتاجاز. طبعا الطاسه ديت طاسه القليه اللي انا بقلي فيها، بس عشان انا ما رضيتش اعملها في طاسه المونيا علشان ما تلزقش معايا. انتوا طبعا لو عندكم تيفال، التيفال ما بيلزقش. وعشان الكفته بتاعتي ما تلزقش، فحطيتها في طاسه القليه. على ما الزيت يسخن بقى كده، قلت بقى ايه، الم
البطاطس كده مع الزبدة علشان يفكوا مع بعضهم. طبعا البطاطس ما خلصتش لحد كده يا جماعة، لا احنا هنرجع نكملها تاني، بس انا كنت مستنية على ما الزيت بس يسخن. بعد ما الزيت بتاعنا سخن، نزلت بقى بكرات اللحمة بتاعتنا اهو بالشكل ده كده. طبعا ممكن تحطي بدل الزيت ده زبدة، لكن انا بقى طبعا ده كان في الطاسة، فقلت خلاص احمر فيه زي ما هو كده. طبعا بقى بعد ما بنفضل بقى نقلبها كده لحد ما تحمر من جميع الجوانب. اهو بالشكل ده، شايفين نجاح الكفتة ما فكتش خالص اهيت، وبقلب فيها شمال ويمين. ده دليل انها ناجحة وجميلة. وهتشوفوها طبعا في الوصفة كلها، لا فكت ولا عملت اي حاجة خالص. فاعملوها كده وانتوا مطمنين. طبعا انا بقى عشان اعمل بقى البطاطس بتاعتنا البيوريه، طبعا انا عندي الكبه ممكن اعملها فيها او الخلاط، بس مش هينعمها لي زي ما المصفى كده بتنعمها. فجبت المصفى الستانلس ديت ونزلت بالبطاطس اللهم صل على النبي. نزلت بقى بالمعلقه كده وفضلت انزل اهرس في البطاطس لحد ما نزلت كلها، علشان انا عايزه بطاطس ناعمه خالص وتبقى زي الفل. طبعا كده بقى رحنا الكفته بتاعتنا، هنفضل بقى نقلب بقى فيها زي ما قلت لكم كده، لازم تتحمر من جميع الجوانب او بالشكل ده. بعد ما تحمر هنشيلها بقى وهنركنها، وهنروح للبطاطس بتاعتنا بقى نكمل بقيه الوصفه بتاعتها. طبعا كده شايفين البطاطس نازله من المصفى ناعمه وجميله ازاي. طبعا هنزل بقى عليها بكوبايه حليب. برضو لو عندك كريمة الطبخ دي ممكن تحطيها، بس انا بقى فضلت ان انا اعمل كله بالحليب علشان تبقى وصفة اقتصادية وبسيطة وسهلة وعلى قد الايد. مش عشان اعمل اكلة لازم اكلف الدنيا واجيب حاجات كتير. لا يعني ممكن نعمل الاكلة بابسط الحاجات. طبعا نزلت بقى بكوباية لبن اهوت حليب، انتوا متعودين طبعا مني على كل حاجة اقتصادية مش مكلفة وبتدي نتيجة جميلة ونتيجة هايلة. طبعا نزلت بقى بكوبايه اللبن دي، العلبه اللي معايا دي نزلت بيها واحده واحده، يعني ما نزلتش بيها على طول. ننزل بشويه لبن ونقلب البطاطس بتاعتنا، علشان طبعا ممكن ننزلها كلها تبقى كلها سايبه معانا، لكن لازم ننزل واحده واحده كده باللبن لحد ما تدينا اللي احنا مش عايزين البطاطس بتاعتنا تكون طريه قوي او بلوزه، لا احنا عايزينها تبقى متماسكه كده وحلو. بعد كده بقى جبت طاسه من الطاسات الالمونيا، ونزلت عليها بمعلقه زبده، ونزلت عليها بمعلقتين من الدقيق وقلبتهم. عايزين بقى الصوص بتاعنا ده يكون او الدقيق بتاعنا ده يبقى لونه بني، علشان يدينا الصوص البني الحلو الجميل ده، يعني كأننا بنعمل بشاميل، بس هنعمله بشاميل كده ايه خفيف ظريف كده زي ما بيقولوا خفيف ظريف كده، يعني حاجه بسيطه كده. ما تكونش بقى بشاميل اللي هو التقيل بتاع المكرونه بشاميل، لا احنا عايزين يكون خفيف كده، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هنحمره اهوت بقى ونديله وش تحمير جميل كده حلو. اول بقى ما يحمر يبقى لونه بني معايا كده، هنزل بقى بالشوربه لو عندك شوربه لحمه، او ما عندكيش شوربه لحمه. انا كان عندي بقى الشوربه دي وكنت حاطاها في الفريزر، هتلاقيها مجمده قدامكم اهيت، ونسيت ان انا اصلا اطلعها. فلو انت عندك بقى شوربه لحمه ممكن تحطيها زي ما انا حطيتها كده. ما عندكيش تعملي ايه، تجيبي كوبايتين من الميه السخنه وتحطي عليها مكعب مرقه لحمه، وتنزلي على البشاميل بتاعك، وهيديكي احلى صوص بني جميل جدا وتحفه. اول ما حطيت بقى الشوربه وغليت كده غليتين، هنزل بقى بالكوبايه برضو من كوبايه اللبن. قلت لكم برضه لو عندكم اللي هي كريمه الطبخ يا جماعه انزلوا بعلبه، لكن انا ما عنديش، وقلت عشان اعملها اقتصاديه معاكم. انا ممكن كنت راح اشتري، بس انا حبيت اعملها معاكم اقتصاديا عشان تبقى على قد الايد كده، وزي ما قلت لكم كده مش عشان اعمل طبخ او اعمل وصفه اكلف الدنيا. فانا نزلت اهوت خدت نص العلبه دي، ما خدتهاش كلها، لان انا قلت لكم احنا عايزين صوص خفيف وما يكونش كتير ويكون خفيف ومش تخين، يعني مش تقيل يعني. بعد كده بقى اول ما غلي معايا اهوت، نزلت بقى بالكرات اللحمه بتاعتنا اللي احنا حمرناها، وهنديله بقى غلوة وخلاص. وصفتنا كده بقى خلصت، وهنروح بقى لوصفة البطاطس.
لا البطاطس بتاعي اللي احنا خلصناها، هي بقى تاخد خلاص غلوة بقى على كده، وهنحطها بقى في طبق التقديم. وتقدري بقى تعملي جنب منها رز ابيض، سلطه خضراء، اكله كده جميله وزي الفل. عايزه تاكليها بعيش زي ما انت تاكليها تاكليها. انا بقى طبعا هعمل جنب منها رز ابيض. بس طبعا انا حبيت بس اوريكم، لان الفيديو معمول على الكرات اللحمه ومعمول على البطاطس البيوريه، فانا قلت اعمل معاكم الوصفتين، وبعد كده هعمل انا بقى ايه الرز براحتي بقى مع نفسي. فكده خلاص هي كده خلصت وبقت زي الفل، مفيش اي اضافات تانية تنحط عليها. طبعا بتظبطي ملحك وتظبطي حاجتك. انا طبعا الشوربه كانت فيها كل التوابل، فما حطيتش بس الا يا دوبك شعره ملح كده ظبطت الطعم. والبطاطس بتاعتنا بقت جاهزه اهيت، هنفرخها بقى هنفرخها في الطبق. ونزلنا بقى طبعا كمان بالكرات بتاعتنا في طبق التقديم. ودي كانت وصفتنا النهارده. اتمنى انها تعجبكم، ولو عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك والشير، وتحطوا لي كومنت منكم حلو كده يشجعني. وطبعا شكرا لكم وشكرا لاستماعكم، واشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.